انتوا فاكريني مت؟ انا صحيت. كلنا بنعمل حاجات غلط بشكل او باخر لاننا بشر ودي طبيعتنا، فكلنا عندنا خطايا بنعملها او حاجات غلط بنعملها. فاكيد انت نفسك في حاجه كده يا خلبوص بتعملها، بس انت الحمد لله مستور ومحدش عارف عنها حاجه. ولكن ماذا لو فجاه في واحد قاتل مجنون سفاح قرر ان هو يعاقب الناس على الخطايا بتاعتهم ديت بطريقه بشعه جدا جدا؟ وده اللي هيحصل في فيلم 7 يا جدعان. واحد من احسن وافضل افلام المحققين والجريمه، اذا ما كانش افضلهم اصلا اللي هتشوفهم في حياتك. نهايه الفيلم دي غير متوقعه خالص، وبعدين مش فكره بقى غير متوقعه، خلينا نركن بقى كلمه غير متوقعه دي على جنب. النهايه من افضل واصعب واكتر النهايات المحزنه اللي هتشوفها في حياتك. هتفضل دايما ندمان على انك انت كملت الفيلم لاخره، لان ما كانش ينفع اللي حصل دوت، ما كانش ينفع. فيلم من اخراج الجامد الفاجر ديفيد فينشر. فيلم 7 من ساعه ما نزل وهو غير الافلام اللي بتتكلم عن المحققين والجريمه. افلام كتير جدا خدت منه. ابسط مثال فيلم ذا باتمان اللي نزل في سنه 2022، كان معتبر مستعير حاجات كتير جدا من فيلم 7، مع ان فيلم 7 دوت من سنه 95. فمش عايزين نرغي كتير، وكالعاده لو انت ما شفتش الفيلم تروح تشوفه الاول، ولو مش عايز انك انت تشوفه فكمل برضك وهتفهم كل حاجه معايا. بنبدأ في جو كئيب جدا في مدينة تحس ما بيطلعلهاش الشمس من كتر المطر اللي بتنزل فيها. بيظهر معانا أول شخصية وهو محقق عجوز اسمه سومرسيت اللي بيمثله مورجان فريمان. المحقق العجوز دوت خلاص دي آخر سنة ليه ويتقاعد، بقاله سنين كتيرة جدا في المدينة ديت وبيحقق في الجرايم. فمن كتر ما شاف موت وقتل وجرايم قدام عينيه بقى عنده نظرة تشاؤمية رهيبة عن العالم، شايف إن الشر ملوش نهاية وأمله في الحياة بقى ضعيف. على العكس تماما بيظهر معانا المحقق الشاب مايلز براد بيت. ده بقى محقق شاب متحمس مليان طاقه، لسه منقول طازه للمدينه ديت اللي هو لسه مش عارف فيها اي حاجه، ولكن هو متحمس عشان يقضي على كل الجريمه اللي موجوده في المدينه ويحارب الشر ويحقق في الجرايم. والاتنين اللي عكس بعض تماما دول هيبداوا هما الاتنين يكونوا فريق ضد واحده من اغرب الجرايم وابشعها اللي هتحصل. تعال نبدا باول جريمه واللي هنسميها خطيئه الشراهه. بيوصل المحققين بتوعنا الاتنين دول لمكان في واحد مقتول فيه، فبيدخلوا وبيلاقوا اتخن واحد انت هتشوفه في حياتك. في عجل قاعد على الكرسي، وهذا التخه مقتول ووشه محطوط في طبق مكرونه سباكيتي. المحقق مايلز بيسأل السؤال المنطقي: مين اللي قال ان دي جريمه قتل؟ ما اكيد باين ان هو مات من كتر الاكل. ولكن بيلاقوا ان رجلين الاتنين وايدين الاتنين مربوطين بسلوك، وان في شخص هو اللي مقعده هنا. بس نبدا نشوف ان علاقه الاتنين دول المحققين مش احسن حاجه بالنسبه ان دي مهمتهم الاولانيه مع بعض، بسبب ان المحقق العجوز بيعامل مايلز على ان هو محقق صغير وبيتجاهله وبيأمره ان هو روح يعمل كذا روح يعمل كذا. واللي بعد كده بيروحوا للمشرحه، وفي مشاهد معفنه قوي في اللقطه ديت. بس بنفهم من اللقطه ديت ان هذا الشخص السمين مات بطريقه بشعه جدا، ان في شخص حط مسدس على دماغه واجبره على ان هو ياكل لحد ما انفجرت معدته، ولما كان بيبطل اكل كان بينزل ضرب فيه عشان يكمل تاني. فمن الاول هنا بنبدا ان احنا نفرد ظهرنا ونركز، لان احنا شكلنا قدام شخصيه معتوهه ومجنونه. فمين ممكن يعمل في حد كده، او ليه اصلا توصل انك تعمل حاجه زي كده؟ فالمحقق العجوز بتاعنا بيقول ان دي باين عليها ان هي سلسله جرائم هتستمر لبعد كده، ولكن محدش مصدقه وشايفينه ان هو بيأفور. فهيقوم يطلب منهم ان هم يخرجوه بره القضيه دي خالص، لان هو حرفيا قدامه 6 ايام بس ويتقاعد، ومش هيقدر ان هو كده يحل الجريمه ديت، لان هو شايف ان هي هتستمر لجرائم تانية. في نفس الوقت بيقول ان هو مش عايز ان دي تكون قضيه مايلز الاولانيه في المدينه هنا، وان هو لسه محقق صغير على الحاجات اللي زي كده. ولكن رئيس الشرطه ما بيرضاش وبيخليه ان هو يكمل في القضيه ديت لحد ما يتقاعد، قضيه الراجل التخين. في نفس الوقت نروح لمايلز اللي هيخرجوه اصلا من القضيه ديت ويودوه لحاجه تانية، اللي هي تاني يوم بتحصل جريمه قتل تانية. محامي كبير جدا اسمه ايليوت جول اتقتل بطريقه برضه بشعه جدا. وهنلاقي ان في حاجه غريبه جدا، موجود في مسرح الجريمه مكتوب بالدم كلمه جريت اللي هي الجشع. نرجع تاني بسرعه للمحقق العجوز اللي هو بيحقق في جريمه الراجل السمين. بيلاقي ان في ورا الثلاجه في مسرح الجريمه كلمه جلاتوني الشراهه مكتوبه بالدهن بتاع الراجل ده من جسمه، يعني حاجه مقززه فعلا. فكده بقى عندنا كلمتين، الجشع والشراهه. فايه يعني الكلام دوت او الكلمات ديت بترمز لايه؟ تعال اديك درس سريع عشان تقدر انك انت تفهم الفيلم دوت والجرايم اللي هتحصل. في حاجه في الدين المسيحي اسمها الخطايا السبعه، وهي افعال غلط كبيره جدا، وهي
بيعتبروها وبيؤمنوا ان هي دي اصل كل الشر اللي ممكن الانسان يعمله. بس عشان تفهم، هي مش افعال معينه زي السرقه مثلا او كده، لا 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 خالص، هي مشاعر وسلوكيات جواك انت كبني ادم. تعال اقولهم لك وافهمهم لك باختصار. احنا عندنا 7 خطايا اللي هم الكبرياء، وهي انك انت تكون مغرور جدا وتفتكر انك انت احسن من كل الناس. الحسد مش محتاج اشراحه، انك تتمنى تاخد اللي مع غيرك. الغضب انك تغضب بشكل شديد جدا وتبدا انك عايز تنتقم من الناس. الجشع انك تبقى عايز تاخد كل حاجه في الدنيا ليك لنفسك وعمرك ما تشبع. الشهوه انك تنغمس في رغباتك، خصوصا الرغبات الوحشه. الشراهه وهي انك انت تاكل كتير جدا وتشرب كتير. الكسل وهي لما تكون انك انت مش عايز تعمل اي حاجه ولا تشتغل ولا تعبد ربك وتضيع وقتك. ها سامعني؟ عارفك وهجيبك يا كسلان. وعشان تفهم برضو اكتر ان الخطايا ديت شبه الكبائر اللي عندنا في الاسلام، فهم بيعتبروا ان دي خطايا جوانا احنا كبشر وانك انت المفروض تسيطر عليها. فاللي بيحصل هنا ان فجاه في واحد بدا يقتل الناس بطريقه بشعه جدا وبيعاقبهم على خطاياهم ديت. ركز ان كل جريمه بتحصل بتكون رساله وعقاب للضحيه على خطيتها. فاولا احنا شفنا التخين اللي كان رمز للشراهه، فهو قتله وعاقبه ان هو خلاه ياكل لحد ما انفجر. تاني واحد هو المحامي، واللي كان معروف عنه ان هو جشع جدا جدا، فبيرمز لخطيه الجشع. كان بيجمع فلوس كتير بكل وسيله وبيروح يدافع عن اسوأ المجرمين بس عشان هم هيدفعوا له كتير. فدول كده خطيتين، ولسه فاضل 5 خطايا تانيين، والمجرم بيستمتع بتعذيب ضحاياه. فنرجع تاني للمحقق سومرست اللي هو العجوز الحكيم بتاعنا، وهو دوت اللي اكتشف موضوع الخطايا ال7 واللي جمعهم مع بعضيهم. ولكن ما كانش عايز ان هو يكمل في القضايا ديت، لان هو اولا عنده تشاؤم كبير. الراجل عاش في المدينه ديت وشاف حاجات وحشه جدا جدا، يعني جرايم مخلياه فقد الامل في العالم كله. انا مش عارف، انا حاسس ان هو شاف كل حاجه وحشه في الدنيا بسبب كميه التشاؤم الموجوده في عينيه. فهو بقى حاسس ان هو مش قادر ان هو يغير حاجه في العالم، حاسس ان هو مهما يعمل مفيش فايده. فعشان كده قرر ان هو يتقاعد ويرتاح، وخلاص اصلا ما فضلوش غير كام يوم ويقعد في البيت ويتقاعد ويرتاح. ولكن هو عنده مشكله تانية، وهي ان مايلز ما يقدرش على قضيه بالشكل دوت لوحده. فحاليا جواه صراع، لا اما هو يكمل في القضيه ديت مع ان هو تعب وزهق، ولا خلاص يستسلم ويرتاح. وفي وسط الدوشه والتحقيق والجرائم دي كلها الجو بيهدى شويه. لتاني يوم مرات مايلز بتدعو المحقق العجوز على العشاء، وبما ان الاثنين المحققين علاقتهم مش كويسه ببعض، فتبدا مراته ان هي تهدي الجو ما بينهم وتعرفهم على بعض وتحاول تخلي العلاقه ما بينهم كويسه. وبتشوف بقى في المشهد الجميل اللطيف دوت ازاي المحقق مايلز ومراته ما بينهم قصه حب جميله. الاثنين بيحبوا بعض، الاثنين بيحاولوا يكافحوا في الحياه ديت عشان يكونوا اسره سعيده جميله. المهم اللي بعد الكلام ده بقى بيقعد المحققين الاتنين مع بعض وبيورونا ازاي القاتل السفاح قتل المحامي. حرفيا اتقتل بطريقه بشعه جدا، اكتر كمان من التخه اللي كان موجود من شويه. حرفيا القاتل حط المسدس على دماغه واداله سكينه وقال له ان الحل الوحيد عشان هو ما يقتلوش وينجو من الموت انه يمسك السكينه ويقطع باوند كامل من لحم جسمه عشان يسيبه يعيش. ما هذا يا رجل؟ يعني ايه الافكار دي؟ موضوع سيء جدا. فالراجل فعلا عمل كده وقعد يقطع من جسمه لحد ما مات. الاغرب بقى من كل دوت ان مفيش شهود، مفيش دليل، مفيش اي حاجه، وكأن في شبح بيجي يقتلهم وبيمشي. والكبيره بقى اكتر ان حتى مفيش بصمات صوابع، ودي حاجه مرعبه. ازاي في الجريمتين مفيش بصمه صباع واحده؟ ومش بس كده، لا ده كمان بيحط دلائل للشرطه زي لغز ان هم يحلوه، بيكتب لهم كلام، بيحط لهم حاجات كده. وفي جريمه المحامي دوت حاط لهم دوريتين من الدم على عيون مرات المحامي اللي في الصوره. فالمحققين الاثنين بيروحوا يسالوها ويوروها صور اذا كانت شافت اي حاجه غريبه في مسرح الجريمه، فهتاخد بالها ان اللوحه اللي موجوده في الحيطه مقلوبه. فبيجروا بسرعه على مسرح الجريمه ويقعدوا يدوروا على ايه اللي ممكن يكون في اللوحه، لحد ما سومرست المحقق العجوز الحكيم بيكتشف ان مكتوب ببصمات صوابع واحد كلمه ساعدني. حاسس ان الموضوع بيتعقد قوي. كمان من الحاجات اللي بحبها جدا في الفيلم دوت هو ان ازاي الشخصيتين المحققين عكس بعض تماما ومعمولين بشكل عظيم. يعني تحسهم هم عكس بعض بس متناغمين مع بعض. يعني انت بتشوف مورجان فريمان محقق عجوز مثقف جدا جدا، متشائم من الحياه وشايف ان الظلام ملوش نهايه وان العالم كله مفيش امل فيه. في نفس الوقت عندك براد بيت اللي هو محقق شاب عنده طاقه كبيره، عنده حس فكاهي جميل. في كوميديا في الفيلم كده بتظهر معرفش ليه فجاه وبتضحكني، اللي هو المفروض دلوقتي ما اضحكش بس انا بضحك. وفي نفس الوقت هو متفائل بالحياه وعنده زوجه محبه وعايز يكون عيله. فعاملين المحققين الاثنين ميكس جامد. في نفس الوقت المطره في الفيلم مع الجو الكئيب مع السي جي اي اللي انت ما بتاخدش بالك منه
منه اللي بيحطه ديفيد فينشر نخلي الفيلم فاجر. نرجع بقى تاني للفيلم ونبطل رغي. المهم ان البصمات اللي هي موجوده على الحيطه بيحاولوا يتعرفوا عليها وبيستنوا لحد ما فجاه بيظهر معانا مين المجرم الخطير اللي عمل كده، اللي بيطلع ان هو واحد مجنون اسمه فيكتور. الراجل ده كان متهم قبل كده بالاعتداء على الاطفال، وقدر ان هو يخرج من القضايا بتاعته بالتحايل على القانون. المهم ان هم بيروحوا بقوه كبيره مع قوات خاصه عشان يقتحموا بيت فيكتور، وفعلا بيقتحموا مكان المجرم وبيخشوا وبيلاقوه نايم على السرير، ولكن بيكتشفوا ان فيكتور هو الضحيه الثالثه وهو خطيئه الكسل. لما بيكشفوا عنه بيلاقوه نايم على السرير وهو جثه متعفنه ومتحلله وجلده متشال من كتر التحلل. ويا دين يا جدعان على اللي حصل للراجل مرعب ومقرف فشخ، لان المحققين وهم بيحققوا بعد شويه فجاه بيكتشفوا ان فيكتور اللي هو جثه اصلا متحلله ومتعفنه لسه عايش وفي النفس ولا كانه زومبي. فالقاتل السفاح بتاعنا بيلعب حرفيا بيهم. فالجرائم دي مأثره عليهم ومش عارفين يفهموا ازاي ان ممكن حد يعمل الحاجات دي كلها. ومن كتر ما مايلز ما هو متعصب بيجي واحد صحفي بيصوره ومايلز حرفيا بيضربه. المهم ان انا هقول لك دلوقتي ازاي القاتل عذب الضحيه بتاعته. بس يا رب اليوتيوب ما يمسحش الفيديو، يسامحني ارجوك، ما تفشخش الفيديو واعتبرني عيل من عيالك واعتبرني اخوك الصغير. المهم ان القاتل السفاح بتاعنا المجنون خطف فيكتور وربطه في السرير لمده سنه كامله وحرمه من ان هو ياكل، بس كان بيشربه ميه وبيديله بس اللي يكفيه من ان هو يفضل عايش في خلال السنه دي كلها، وقطع له لسانه وسابه مرمي في السرير لحد ما تحول لهيكل عظمي حرفيا. ومش بس كده، هو قطع ايده ولزقها في اوضه المحامي عشان يحط بصمات ايده هناك في الحيطه عشان المحققين يكتشفوا ان هو خطيئه الكسل. يعني هو صراحه حاجه مرعبه، بس الضحيه تستاهل. بس الجريمه اثبتت لينا ان القاتل بتاعنا في ان هو درجه ذكائه عاليه جدا، ان هو يربط الجرائم ببعضيها، وان هو حرفيا بيعمل كل حاجه ومخطط لها. ومش بس كده، هو صبور جدا لدرجه ان هو بقاله اكتر من سنه بيعذب في واحد عشان اللحظه عشان جريمه واحده بس. واتاكد لنا دلوقتي ان دي مش مجرد سلسله جرائم عاديه، لا خالص، في واحد مخطط للكلام وبيعملها لهدف معين، او في حاجه هو فعلا عايزها، في حاجه فلسفيه في الموضوع، وهو دايما سابقهم بخطوه. بس مين المجنون اللي بيعمل كده؟ وايه اللي وصله لكده اصلا؟ المهم ان بعد كده بشكل مفاجئ وغريب مرات المحقق مايلز بتتصل بالمحقق العجوز بتاعنا وبتقول له ان هي عايزه تقابله وتتكلم معاه. فبيروح فعلا يقابلها تاني يوم وبتقول له بتردد وخوف كده ان هي حامل، بس ما قالتش لمايلز بسبب ان هو حاليا مضغوط في الجرائم بتاعته وفي نفس الوقت ان هي خايفه من ان هم لسه مش مستقرين كفايه والحاجات دي كلها. فالمحقق العجوز بيهون عليها شويه. بس سيبك بقى من الكلام ونرجع تاني للجرائم بتاعتنا. بنشوفهم ان هم معلمين دلوقتي على 3 خطايا ولسه فاضل 4 كمان، بس هو حرفيا هم قاعدين ما بيعملوش حاجه لان مفيش دليل واحد يمشوا وراه. فتلاقي ان المحقق مايلز قاعد بياكل في نفسه لحد ما المحقق العجوز بتاعنا بيفرك دماغه من جوه كده ويطلع بفكره جامده فشخ. بيقرر ان هو يروح يدفع لواحد فلوس شغال في مكتب التحقيقات الفيدراليه. وعشان تفهم هو هيعمل ايه دلوقتي، فهو بنفسه بيشرح للمحقق مايلز وبيقول له ان الاف بي اي او مكتب التحقيقات الفيدراليه بتعمل حاجه كده في السر، وهي ان هي بتسجل اسامي الناس اللي بيروحوا المكتبات وبيقراوا كتب مشبوهه زي الكتب اللي بتتكلم عن الاسلحه والتعذيب والكلام ده كله. بيسجلوا اسامي الناس احتياطا عشان لو طلع اللي بيقراوها مخابيل في دماغهم او حاجه. فالعجوز بتاعنا دلوقتي دفع فلوس لواحد عشان يسرب له معلومات عن شخص كان بيقرا في القتل والتعذيب والخطايا ال7 والكلام ده كله. وطبعا الحاجه اللي هو بيعملها دلوقتي غير قانونيه، وهو عمل كده عشان هو فاهم ان المجرم مش شخص عادي، هو شخص مثقف جدا. ففعلا بيجيب له عنوان شخص بيقرا كتب غريبه جدا ومشبوهه، ومنها اللي بتتكلم عن الخطايا ال7 المميته. فبيروحوا لعند بيته، واللي هم اول ما بيوصلوا هناك بيوصل معاهم شخص تاني غريب من بعيد. اول ما بيشوفهم بيطلع سلاح وبيضرب عليهم نار وبيهرب. فمايلز بيروح بسرعه يجري وراه يطارده، واللي بيحصل ما بينهم مطارده ولا اجمل ولا اروع. مش عارف انت لو ما اتفرجتش على الفيلم فانت مستني ايه مش فاهم المجرم في الاخر بيقدر ان هو يضرب مايلز على دماغه ويوقعه في الارض ويحط مسدس عليه، ولكن ما بيرضاش ان هو يقتله وبيمشي. ودي حاجه غريبه فشخ. وفي الاخر كده بيوصل المحقق العجوز بتاعنا بعد ما حرفيا كل حاجه خلصت. ان هم بيرجعوا تاني بسرعه يقتحموا شقه المجرم بيلاقوا هناك ادوات تعذيب، انجيل، صليب في كل حته، ايد فيكتور، كتب، ملاحظات، صور للجرائم في كل حته. وبعدين بيكتشفوا صور ليهم هم، وان القاتل هو الشخص اللي كان في اول الفيلم بيصورهم ومايلز ضربه. فتبا حرفيا هو كان قدام عينيهم. الغريب بقى ان مفيش برضه بصمات صوابع في البيت كله، مع ان ده البيت اللي هو كان عايش فيه وما كانش متوقع ان هم هيجوا اصلا. فجاه التليفون بيرن، فبيجري بسرعه يرد بان القاتل هو اللي بيتكلم وبيقول له ان هو معجب جدا باللي هم قدروا يوصلوا له، وبيقفل. واللي بعد كده بيحصل جريمه تانية وهي خطيه الشهوه.
واللي المجرم بتاعنا بيخلي شخص يقتل واحده شغاله في بيت دعاره وقتلها بطريقه سيئه جدا جدا، والشخص اللي قتلها فقد عقله بسبب البشاعه الامر اللي هو عمله. فهنا بنوصل ان انا والمحققين وانتوا مش فاهمين حاجه، مش قادرين نستوعب الحاجات الغريبه اللي بتحصل ديت، بس بنكتشف حاجه جديده، وهي ان مش لازم المجرم يقتل ضحاياه بنفسه، هو ممكن يلعب في شخص نفسيا عشان يخليه ينفذ الجريمه بتاعته. واللي بنلاقي ان في شخص بيتصل بالطوارئ اللي هو القاتل بتاعنا وبيقول لهم على جريمته الجديده، وهي خطيه الكبرياء. وهي ببساطه واحده عارضه ازياء كانت جميله جدا 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 في غايه الجمال، كانت بتهتم بنفسها جدا برضه، فده خلاها ان هي مغروره بسبب جمالها. بس عادي يا عم، كل واحد حر، اللي عايز يبقى مغرور يبقى مغرور، اللي مش عايز براحته. ولكن لا، القاتل شاف ان هي خطيئه ولازم تتعاقب عليها، فمسكها وحرفيا قطع وشها، شال وشها، شال الجلد وشال كل حاجه وتفاصيل وشها كله شاله. بس الراجل المحترم اداها اختيار ما بين ان هي تعيش من غير وش بقيت حياتها وتفضل مشوهه، او ان هي تاخد حبوب منومه وتنهي حياتها. وطبعا هي اختارت ان هي تنهي حياتها. حتى الان مش عارفين يمسكوه والجرايم مش عايزه تقف. فالمحققين الاتنين بيوصلوا لقسم الشرطه، بس وهم ماشيين وطالعين السلالم في واحد بيدخل وراهم وبينادي عليهم بس بصوت واطي وبيقول ديتكتيف يا محقق. محدش بيسمعه لحد ما فجأة وبيظهر قدامنا المجرم بينادي ببجاحة في نص قسم الشرطة على المحققين، وبيرفع ايده وهو كله دم وبيقول لهم انتوا بتدوروا عليا؟ ما هذا يعني؟ واللي بيقبضوا عليه وهم نفسهم اصلا مرعوبين، ايه ده؟ ايه اللي جابه هنا ده؟ بس هو بكل برود بيقول لهم انا عايز اكلم المحامي بتاعي. واللي اخيرا بيتحل لغز ليه مفيش بصمات صوابع طول الاحداث دي كلها، لان الباشا المحترم دوت حضرته قطع كل الجلد اللي على صوابعه عشان ما يبقاش فيه اي بصمات ليه. بس هنا بقى موضوع غريب، لسه فاضل خطيتين تانيين، وليه هو اصلا جاي يسلم نفسه وهم كانوا بعيد جدا عن ان هم يمسكوه. واللي المحامي بتاعه بيجي لهم وبيقول لهم ان في جثتين بتاعه الخطيتين التانيين هو اساسا قتلهم ومخبيهم في مكان، وعايز الاثنين المحققين دول بس عشان يوريهم مكان الجثث ديت، بعد كده يعترف بكل حاجه. موضوع غريب جدا. بس بعد شويه جدال كده ما بينهم بيوافقوا ان هم ياخدوه فعلا ويطلعوا بره المدينه عشان يشوفوا فين مكان الجثث ديت. بيركبوا المايكات، بيلبسوا، بيجهزوا، وبياخدوا السفاح المجنون، وفي طياره هليكوبتر بتمشي وراهم وبيمشوا عشان يروحوا لمكان الجثتين. بس هم في الطريق السفاح المجنون بيقول لهم ان اللي هيلاقوه دوت هيبقى مميز جدا ومفاجاه كبيره مستنياهم. كيفن سبيسي اللي بيعمل دور السفاح دوت حرفيا يا جدعان كل ما يتكلم انا بترعب. هنا بقى دلوقتي هو هيوضح لهم هو ليه بيعمل كده. هيقول لهم ان هو ما اختارش ان هو يعمل كده، بس هو مختار ان هو يعمل كده من قوه اعلى، واللي هو تستنتج ان هو واحد متطرف بيطبق الدين المسيحي بشكل غلط، فهو فاكر نفسه ان هو المسيحي الجديد مثلا او ايا يكن. فبيتكلم ان ازاي ان كل الناس دول كانوا مخطئين ويستاهلوا العقاب بتاعهم دوت، وبيقول لهم ان في ناس كتير بنشوفهم خطائين في الشوارع ولكن ما حدش بيعاقبهم. واخر حاجه بيقولها لهم ان هم عمرهم ما كانوا يعرفوا يمسكوه لو ما كانش سلم نفسه، وان المحقق مايلز عايش بس عشان هو ما رضاش يقتله. فطبعا المحقق مايلز بيتعصب على حاجه زي كده، واللي للاسف بيوصلوا للمكان، للاسف بيوصلوا مكان في نص الصحراء في لا شيء حرفيا، مفيش حاجه حواليهم. وفي وسط بقى التوتر الشديد جدا وخلاص هعملها على نفسي من كتر الرعب والانتظار، فجاه بنلاقي عربيه بتجري علينا. فالمحقق العجوز بيروح بسرعه وبينزل واحد من العربيه ديت، بس الواد بيبقى مرعوب وبيترعش وبيقول ان هو معاه طرد للمحقق مايل. فالعجوز بياخد منه الصندوق وبيخلي الواد يجري يمشي. فالمحقق العجوز بينزل عشان يفتح الصندوق، فلا لا لا ما تفتحوش، لا يا الله يا جدعان. وانا بحكي الاحداث بس اشعرت مش قادر اكمل اقول ايه اللي هيحصل. بس تعد معايا لواحده من اعظم وافضل واصعب الصدمات اللي هتحصل لك في حياتك. بيفتح الصندوق يتخض ويترعب، بيبص على المحقق مايلز وهو مرعوب مش قادر يصدق اللي هو شافه، بيتهته في الكلام مش عارف يتكلم، وبيزعق باعلى صوت عنده لمايلز وبيقول له ارمي سلاحك. في نفس الوقت نروح للمجنون السفاح اللي بيقول للمحقق مايلز انا معجب بيك جدا وبحياتك وبمراتك واللي المحقق مايلز بيركز معاه وبيتصدم. بيكمل المجنون ويقول له انا زرت بيتك الصبح. في نفس الوقت العجوز بيجري بسرعه ويقول لمايلز ارمي سلاحك ارمي سلاحك. بيكمل المجنون بتاعنا وبيقول له انا حاولت امثل ان انا جوزها بس الموضوع ما نفعش، فخدت راسها كارتسكار. يا دين امي يا جدعان، تبا يا رجل ما هذا. فمايلز بيزعق باعلى صوته وبيقول للمحقق What's in the box? What's in the fucking box? ايه اللي في الصندوق؟ ايه اللي في الصندوق؟
إيه اللي في الصندوق؟ وات ان ذا بوكس. والقاتل بيقول له انا بحسد حياتك الحلوه الجميله، وان الحسد هو الخطيئه بتاعتي انا. يعني بص شوف الجنان وعايز دلوقتي ان المحقق مايلز يقتله عشان يتحول هو لخطيئه الانتقام، ويصبح المحقق نفسه هو خطيئه الغضب. يا جدعان ده بقى ايه بقى، ده بقى ايه بقى ده؟ يعني مش فاهم. فالمحقق العجوز بيحاول يقول له ان هو لو قتلت المتهم دوت فكل حاجه راحت. فبطلنا حرفيا بيعيط وبيصوت، والمجنون بقى ده بقى ما بيسكتش، بيلعب في دماغه اكتر وبيقول له على سر ما كانش المفروض ان هو يعرفه، ان مراته كانت حامل، واللي يا عيني المحقق ما كانش يعرف لسه، ما كانتش قالت له، فبيعيط بحسره شديده. فدلوقتي هو قدامه اسوأ اختيار في الدنيا. فببساطه شديده هو دلوقتي لو المحقق قتل المجنون دوت فهو خلى خطته تنجح وتحول ان هو يبقى خطيئه الغضب، والمجنون خطيئه الحسد، وكمل كده التحفه الفنيه بتاعت المجنون وعمل الماستر بيس بتاعته. يا عم في يا عم ما اتفقناش على كده والله. وهيبقى كده القاتل السفاح هو اللي كسب في الاخر، واللي في الاخير المحقق مايلز بيقتل المحقق، بينتصر الشر في الاخر. وزي ما كان شايف المحقق العجوز في اول الفيلم، وبيتاكد دلوقتي وبيفهم ان مفيش امل في الجريمه، وان عمرها ما هتموت ابدا، وان مهما هما بيحاولوا فبرضك العداله مش هتنتصر، والفيلم بيخلص. اول مره شفت فيها الفيلم دوت كنت فاكر ان هو عادي شويه جرايم مرعبه غريبه، ولكن في الاخر الخير هيكسب كالعاده. ممكن واحد من المحققين دول يتصاب مثلا او اي حاجه تحصل، ولكن ان يحصل في الاخر ان الشر هو اللي يكسب في النهايه، لان خلاص السفاح دوت خطته هي اللي كسبت، وكمل الخطايا السبعه بتوعه كلهم. يا جدعان هو قدر فعلا ان هو يخلي المحقق من الخطايا السبعه، وما قدروش برضه في الاخر ان هو يوقفوه عن هو يكمل خطته. والمحققين الاثنين واحد فيهم اتكسر واتحطم خالص، والتاني فقد الامل في العالم والحياه. قبل ما الفيلم يخلص اخر مشهد في الفيلم بيقول لنا المحقق سومرسيت بيقتبس جمله للكاتب ارنست هيمنجواي اللي بيقول ان العالم مكان جميل جدا ويستحق ان احنا نقاتل عشانه، وبيقول ان هو بيوافق بس على حته ان احنا لازم نقاتل عشانه. ودي بتكون نهايه الفيلم الكئيبه العميقه الصادمه السوداويه تبا. فلو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك والحاجات دي كلها، وبس كده، سلام.